مساء السعادة. ولادي بقى النهارده جابوا لي علبة بسكوت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. قالوا لي بتكسب فلوس كتير ولازم نجربه. فبصراحة انا ما صدقتش، فقلت لهم لا. هم جابوا بقى علبة البسكوت دي وقالوا هنفتحها وبتطلع فيها مكسب، فقلت هنعمل مسابقات ونشوف اللي هيقول سؤال يكسب الفلوس اللي جواها. وسألنا اول سؤال وهي فعلا لقينا فيها فلوس يا بنات. لقينا فيها 5 جنيه، 5 جنيه بحقه حقيقي. فقلنا بقى نجرب بقية العلبة ونشوف كده، وهقول لك بقى تجربتي في علبة البسكوت دي ناجحة ولا مش ناجحة. بقى العيال حوالين منك كده واسأليهم بقى أسئلة إيه معلومات عامة عن سيرة الصحابة. اسأليهم بقى في معلومات دينية تنمي أفكارهم وتنمي مهاراتهم. الأطفال الصغيرة كده عايزة برضو تنشطي معلوماتهم وتنشطي الذاكرة، فاسأليهم أسئلة على قد دماغهم. انا بقى بدات اسال الاسئله، واللي هيجاوب هياخد باكل البسكوت بتاعه وافتحه له. واول حاجه كسبنا مع بعض ال5 جنيه. هنا بقى بفتح تاني باكو بسكوت. سامعين القطمه؟ قطمته مش ولا بد يعني، بس ما فيش فيه شوكولاته قد كده ولا حواسه شوكولاته. جينا نبص بقى لقينا 100 جنيه. فهنفتح ال100 جنيه ونشوفها مع بعض. ال100 جنيه دي ايه؟ احنا بنسمع عن المسابقات او بسكوت الجواز اللي انت بتشوفيه ده. علبه البسكوت فيها 12 بسكوت. وتاني بسكوتة بقى هنا يا حبايب قلبي طلع فيها 100 جنيه فيك. فيك يا ولاد، ما طلعتش 100 جنيه اصلي. هنفتح بقى باقي بواكي البسكوت. وهنا بقى بدأنا ان احنا نجيب بولة نحط فيها البسكوت وكوباية عشان نحط فيها الفلوس. نفتح بقى تاني بسكوتة وما تقلقوش مش هنطول عليكم. وللأسف الشديد برضو طلعت البسكوتة فيها فلوس، بس الفلوس فيك برضو يا بنات. بسكوتة كده متغلفة من بره ومحطوط فيها قطعة شوكولاتة. انا هنا بقى هفتح باقي البسكوتات وخليكم معايا عشان نشوف احنا كسبنا قد ايه في البسكوت ده. وهنا بقى هفتح بسكوتة ورا التانية، والفلوس اللي هتطلع معايا حقيقية هحطها في الكوباية دي طبعا طلعت فلوس مش حقيقية خالص اللي انا ماسكاها دي. يبقى تاني بسكوتة هنا يا حبايب قلبي برضو ما طلعش فيها البسكوت. هنا بقى معرفش يعني هو البسكوت ده معمول فين او متصنع فين. هنا مكتوب العرض خاص باكو، عليه باكو هدية، والباكو ب5 جنيه. فابدأ هفتح البسكوت. احنا ناس كتير قوي طلعت اعلانات ودعاية ان البسكوت ده بيبقى فيه فلوس. علبة البسكوت ب60 جنيه. ناس كتير قوي على فكرة قالت انها كسبت 100 جنيه و200 جنيه في اصابع البسكوت اللي انتوا شايفينها. وبرضو هنا هنبدأ نفتح برضو باكو بسكوت تاني ونشوف. انا هنا تقريبا هاخد الاكياس اللي انت شايفاها دي اعمل بيها مشاريع العيال في المدرسة. يعني احتفظوا بالاكياس دي، حط فيها توابل او تحط فيها اي حاجة. هنفتح بقى بسكوتة تانية عشان نشوف هيبقى فيها ايه. وبرضو يا حبايب قلبي طلعت البسكوتة زي ما انتم شايفين بسكوت والورقة فيك. هنفتح اللي ورا منها. وهنا يعني احب اقولك ان البسكوت ده اولا في مكسب زي ما احنا سمعنا، بس هنا المكسب اللي انا كسبته. هفتح بقى البسكوتات باكو ورا التاني. وهنا حبيت ارض ولادي واعرفهم او اوريهم المكسب بتاع علب البسكوت اللي انتوا شايفينها دي. تقريبا كده لحد دلوقتي وصلنا لنص علبة البسكوت، بس صدقوني بنسأل اسئلة والعيال مبسوطين جدا ومندمجين جدا جدا. مش في المكسب بس فرحانين ان احنا بنسأل اسئلة ومعلومات دينية، فبجد بتنشط الذاكرة وبتساعدهم على انهم يشغلوا دماغهم كده ويحركوا. هنا بقى يا حبايب قلبي يعني تقدري ان انت تفصلي ولادك عن التلفزيون، وتقدري ان انت تفصليهم عن التليفون، وتبداي ان انت تكلميهم وتحاوريهم في لعبة او حركة زي دي. علبة البسكوت بقى يا حبايب قلبي هنا خلصت خلاص، ما عادش معانا الا 2 باكو من البسكوت، وعلى امل ان احنا نلاقي فيهم 100 جنيه ولا 200 جنيه. فهنفتحهم برضو ونشوف كده هيطلع لنا ايه. وهنا يحالفنا الحظ ان احنا برضو نلاقي اوراق مزيفة اللي هي عبارة عن ورق وعلى شكل فلوس. ويبقى الامل في اخر باكو بسكوت برضو هنفتحه، وبرضو نفس النظام ده اخر باكو بسكوت يا بنات. فهنشوف برضو الدنيا معانا ايه، على امل لعل وعسى ان احنا نكسب برضو ال200 جنيه وهنشوف. فتحنا اخر باكو بسكوت وبنقول يا رب يا رب. وللاسف الشديد برضو طلع
ورق مزيف اللي هي فلوس مزيف. وانا من خلال تجربتي هذه احب اعرفك انك ما تشتريش اي حاجه مجهوله المصدر. البسكوت ده الواحد ما يعرفش عنه حاجه كتير، طعمه مش حلو. فلو انت هتخوض التجربه دي، البسكوت ده مش قد كده يعني، فتقدري ان انت تجيبي له كريم شانتيه وتوزعيه عليه كده. صيف بوله وعليه كريم شانتيه وفوق منه مكعبات مانجا بألف هنا وشفا. لو وصلت لحد هنا كومنت حلو تقولي بتتابعيني منين. ما تنسوش تحبوا بعض.